بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ التفسير نعطي تعليقات سريعة ثم ندخل في التفسير. القضية الأولى، تلاحظوا أنه في الولايات المتحدة الآن مسألة ترامب، وكثير الآن ما يكون الكلام أنه اقترب ترامب أنه يسقط. طيب، ومثل هذا سواء كان في أمريكا أو في غيرها من الدول، حتى في إسرائيل إذا بتلاحظوا رؤساء وزراء دخلوا السجن. تمام؟ طيب، النظام الديمقراطي، لا بديش أقول الديمقراطي لأنه الديمقراطية فلسفة ولها تفصيلات، ولكن النظام الانتخابي، وهناك أكثر من نظام انتخابي في العالم، ثم دولة المؤسسات كما تلاحظوا، إذا حصل وأنه صعد إلى رأس الدولة إنسان قد لا يكون كفؤ، هناك آليات في هذه الدول اللي تستطيع أن تحد من المفاسد، وفي النهاية ممكن تسقط رئيس الدولة بدون ما يكون في حروب أهلية، وبدون ما الوطن يدفع ثمن، وبدون ما يستعينوا بقوة خارجية، وتفاصيل طويل. إذن البشر في معظم دول العالم الآن تبني دول مؤسسات. ولاحظوا، دولة المؤسسات في حد ذاتها أو النظم الانتخابية ما لها علاقة بأي فلسفة من الفلسفات. إيش ثقافة الأمة، إيش فلسفتها، هذا موضوع. قضية الإدارة والضوابط، الإدارة والضوابط والضمانات، هذه مسائل ما لها علاقة بثقافة أي أمة ولا دينها ولا عقيدتها، وليس هو خصوصية لأمة من الأمم، وإنما تطور البشر والمجتمعات البشرية جعلهم يتوصلوا إلى بعض الصور اللي تحد من طغيان الطاغية اللي ممكن يصل رأس الدولة، ويكون هناك رقابة ويكون هناك محاسبة، وحتى قضية تأقيت لمدة الحكم، وبعد الحكم إذا كان مخطئ محاكموه. ورأينا دول تحاكم ورؤساء الآن في السجن. ليش؟ لأنه في دولة مؤسسات، لأنه بعدين في نظم انتخابية بتجعل الناس مقتنعين، وإن كان طبعا في ثغرات كثيرة. هايو مثلا ترامب نجح في بلد فيه حرية اختيار، ومع ذلك وصل للحكم واحد زي ترامب اللي قاعدين بيوصفوه هم بأوصاف. طيب، كيف استطاع إنه مثل هذا الإنسان يصل؟ طبعا مش وقته، لأنه في ناس ممكن يعتقدوا بالعكس، إنه ممكن يكون ترامب لا بالعكس ذكي، وبالعكس هذا صراع قوى بين قوى كذا ذات اتجاهات كذا وقوى ذات، يعني في تفسيرات كثيرة. مش هذه القضية. القضية إنه نحن هنا في العالم العربي بالذات، إذا بتلاحظوا لما نيجي نقول لابد من دولة مؤسسات، لابد من إنه الناس تختار، هذا حق البشر يختاروا الحاكم، ولا بد الناس هي اللي تضع نظم رقابة لهذا الحاكم. بتلاحظوا هنا بصير استنفار كل قوى العالم، انت بالذات لا، ما يجوز لك. ليش؟ معنا سبق قلنا انت اصلا ما استقليت اطلاق، خدعوك بانه اعلان استقلال، وارضوك بشوية كلام، وزعماء بيعطوك كلام، وفي النهاية هايو لما قامت الشعوب وقالت للحكام انزلوا قتلوها، واستوردوا الاستعمار يقتلها. طيب، ترامب هذا بيعنيهم هم،
وهم واضعين، هم بانيين نظم بيستطيعوا في النهاية يتصرفوا ويضمنوا مصالحهم هم. انسوا فلسفتهم، ما لهاش علاقة الفلسفة في الموضوع. يعني الفلسفة في أمريكا غير عنها في فرنسا، غير عنها في بريطانيا، غير عنها في روسيا. لكن ممكن يكون النظم والإدارة والانتخاب والمراقبة يستفيدوا الناس من بعضهم أصلا. وين وصلت التجارب البشرية يستفيدوا. هذه مش قضية لها علاقة بثقافة بعينها. طيب سقط ترامب لنفرض، هو راح يجي طبعا بدل ترامب نائب الرئيس. وممكن بالنسبة إلنا في الظاهر نائب الرئيس أسوأ بكثير على فكرة من هذا التافه المجنون. يعني نائب الرئيس ذاك إنسان يعني إشي عجب، بس مش ضد مصالح أمريكا، لا هو بيفهم، بالعكس هو كثير من التصرفات الآن هو بيغطي على ترامب. لكن مين هو هذا نائب الرئيس بالنسبة لك أنت ولا المنطقة؟ لا هو أسوأ من ترامب. لذلك احنا ما نكونش معنيين في موضوع ترامب سقط ما سقطش بالنسبة لنا نحن. لا هم بدهم بيعالجوا أمراضهم. احنا إذا بتلاحظوا الحاكم الفرد هو اللي الآن بيصنع القوانين. وهيها بدنا ناخذ دولة مثل ما أن تسمى بالسعودية كمثال، ما تسمى بالسعودية. فرد واحد شاب بيقفز على السلطة بالطريقة، طول عمر هالبلد هذه حكم طغاة من أول ما أجى أبوهم لليوم، من أكثر من 100 سنة، وهم متحكمين بالشعب في بلاد الحرمين، متحكمين وعلى رقاب الشعب وبيمارسوا الطغيان. ولكن حسب المرحلة حتى أجى هذا الشاب، ومثل ما أنتم ملاحظين الآن، أول شيء العبث بمصالح أمته، إهدار الأموال، حتى قضية القفز على الدين وعلى القيم. وآخر القوانين على فكرة إذا سمعتوا إنه من يستهزئ بالدولة، طبعا بدناش نفصل في القانون بس بدنا ناخذ بند واحد، من يستهزئ بالدولة أو يستهزئ بالحاكم أو قراراته يعني يسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال. شوف كمان 3 ملايين ريال، يعني كمان حاطين عينهم على أموال الناس. طيب يسجن وفهمنا، وإيش يعني كمان 3 وبعدين وهذه مسألة. تصوروا طب شو القصة؟ ليش بتصرفوا بهذه الطريقة؟ وكل يوم والثاني فضيحة، وفرد واحد يتصرف في مصير أمة. وين إحنا الآن؟ في أي قرن؟ طيب ومش شايفين الكفر؟ أنتم بتقولوا حالكم مسلمين، الكفر هيا تراعي مصالحها وتضع ضوابط تمنع من الطغيان والفساد والانحراف، وأنتم أهل الانحراف. وبتجدوا من المنحرفين من يقول لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وشفتوا عجب كمان، طيب 5 سنوات. طب ما احنا شفنا في دول ثانية، شفنا من يضرب الرئيس بالبيض الفاسد، ومن يسب الرئيس في وجهه لا بيسجنوه 3 سنوات 5 سنين ولا 5 أيام. هذا الكفر، هذا دول الكفر. حتى تعرفوا انه هذول مين؟ هذول حتى على مستوى البشرية كلها، هذول عار في جبين البشرية، مش هذول عار فقط في جبين العرب والمسلمين، هذول عار في جبين البشرية. تمام؟ طيب وراح تشوفوا منهم ولد بيلعب كان قالوا لك آل سعود مش دخلهم، زي ما سمعنا الأمير إياه اللي هو لا يزال من أبناء عبد العزيز، بقول أنتوا تسألوش آل سعود، أنتوا شوفوا هذا وأبوه. يعني طيب ما أنتوا اللي جبتوا هذا، ما أنتوا اللي من 100 سنة، أنتوا اللي من 100 سنة، أنتوا اللي وصلتوا الناس لهالمواصيل. تمام؟ تصوروا حتى الكلمة اللي بده يكتبها واحد في انترنت وغيره بدهم يهددوه ب5 سنين و3 ملايين 3 ملايين ريال، يعني مشان يعتدوا على أمواله. حتى لما بيسجنوه يعتدوا على أمواله كمان وأموال عياله. شوفوا لوين وصل الفجور وياما. طيب هو على أي حال الله سبحانه وتعالى يقول ويضل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء. لذلك بعض الناس بده يحلل ويظن انه هذول الناس طب اكيد عندهم مستشارين وتفاصيل، لكن خلي في ذهنك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، والله لا يهدي القوم الظالمين. وعلى فكرة مثل هذه القوانين هذا ممكن يدل على عدة أمور. الأمر الأول هو وين بيبدأ الحاكم ببطش ويخوف الناس؟ لما بيخاف هو، لما هو بيخاف، كل ما خاف كل ما بطش. هذه دلالة. يعني هذا السلوك اللي بيسلكوه أمثال الطغاة اللي ما بكفيش لهم 100 سنة بيهدروا في أموال الشعب في جزيرة العرب، ومش بس على فكرة، ويتآمرون على الشعوب كلها، وحتى لا يريدوا للشعوب العربية والإسلامية إنها تملك إرادتها، وبيفسدوا في الأرض. وإعلامهم اللي طول عمره بيفسد الناس. وتصوروا قال يعني برضو من اللي بيأخذوا 5 سنين و3 ملايين ريال اللي كمان بيقفز على الآداب العامة. ومين اللي بيقفز على الآداب العامة وبدخل الفجور لبيوت كل الناس في وسائل الإعلام؟ إعلام مين؟ لكن هم بدهم يستغلوا هذا القانون في إرعاب الناس. إذن هم مرتعبين. هاي واحد، هم مرتعبين. ديروا بالكم اللي قاعد على الكرسي بيكون أي صيحة يحسبون كل صيحة عليهم، ولذلك هم بيكونوا خايفين. فلما بيخاف بيحاول يبطش. ثم لما هو ليش بيصدروا مثل هذه القوانين؟ مشان يلقوا بالرعب في نفوس الناس. مشان الناس ايش؟ هو الحقيقة غالبا الناس ايش راح تعمل؟ هو الناس لما يغلق في وجهها ابواب حتى الكلمة تبدأ تفكر في استخدام القوة. ولذلك يعني ما تظنوش يعني شعب الجزيرة العربية ساكت، لا، راح يطلع منه أبطال، ومش راح يسمحوا لأمثال هؤلاء بعد ما انكشفوا في عدائهم للأمة، إهدارهم لمصالحها، إهدارهم لأموالها، قفزهم على الدين وعلى القيم وعلى المبادئ. ما تتصوروا إنه شعب الجزيرة العربية يعني بيسكت. ولكن إذا هم بيقصدوا يخوفوا، تمام، هذه أهم قضية، حتى يكون الناس على يقين إنه فيش مجال إلا الطريقة المناسبة مع أمثال هؤلاء الطغاة. ولذلك ممكن نصير نسمع فيما بعد تنظيمات وتفاصيل طويلة وما ندري إيش ممكن يحصل، سواء كان بين الشعب أو في الجيوش. إنما طب إيش القصة؟ هل هذا الولد مثلا اللي بيحكم الآن هو خاضع لسياسات ترامب وغيره؟ لا، ما هو ما هو جده عبد العزيز، ما هو عقد صفقة كان مع الأمريكان وغيرهم، عقد صفقة مع الأمريكان، يحموا لنا العرش مقابل كذا وكذا. يعني ما تظنوش إنه شغلة جديدة. لكن يبدو بعد ما يسمى أو ما سمي بالربيع العربي وثورات الشعوب، هذول الحكام بدوا يفهموا بالعكس، بدوا يفهموا الأمور بالعكس ويضل الله الظالمين. كيف لما تبع تونس صار بده يقفز على الشريعة؟ طب ما فطنتوش إلا الآن تقفزوا على الشريعة بشكل واضح في الميراث وغيرها؟ شو القصة؟ ويبدو أنه سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة أن تعيد النظر في كثير من الكلام الذي يقال. وأمثال هؤلاء الطغاة ما بيجدي معهم إلا شيء واحد راح نشوفه لقدام. هذه شعوب مش ميتة هاي. بعدين عجيب أمركم، أنتم بدكم تمنعوا المشايخ. لاحظوا، وسمعتوا على قضية الحكم على بعض المشايخ، قال أو طلب الحكم بالإعدام. تصوروا هذا في القرن ال21، حكم بالإعدام على ناس إيش ما فيش تهم حقيقية. ومن التهم المعروضة قال إنهم هذول بيطالبوا بالخلافة بيطالبوا بعودة الخلافة، بيطالبوا. طيب ما احنا بنشوف في العالم كله معارضين للحكام وبوقفوا وبيجهروا كله تمام. لذلك قلنا لكم هذول الناس عار على البشرية أصلا، على البشرية مؤمنها وكافرها، هذول عار. وبالتالي هذول لا يمكن أن يستمروا أصلا. الزمان والمكان بيرفضهم، بيقبلهمش. وبالتالي هذا كأنه الله سبحانه وتعالى يوقعهم في شرور أعمالهم
تمام، حتى تخلص الامه، حتى تخلص الامه، انه ما يفهموش الناس انه هذول الان انفردوا كل شيء تمام. طيب بعدين انت بدك تلعب الامه يعني بمثل هذه القوانين اللي يخرب بيتك. طب ما هو قاعد في داره، الشعب في جزيره العرب وهو قاعد في داره بدخل بشوف اي فضائيه بده اياها، بسمع لاي واحد، وبيدخل الانترنت وبشوف اللي بيسبوا على آل سعود واللي بيفضحوا آل سعود واللي بيجيبوا قصة آل سعود من أول يوم، كل هذا بيعرضوه على الناس. يعني أنت هذا زمان كان ممكن تحاصر الناس. أنت كيف زمان إسرائيل بقت على فكرة الواحد لما بده يبعث رسالة صغيرة فيها كم كلمة يحطوها مثلا في القشاط، هذا شو يسموه القشاط كمان، الحزام ويخيطوا عليها على ورقة ويلبسها ويدخل الجسر. تصوروا، وكانوا اليهود يهتموا بتفتيش الكتب، وايش جايب معك كتب ومش جايب. ولما كانوا يدخلوا على البيوت يشوفوا المكتبات وشو عندك كتاب. اليوم اذا بتلاحظوا كله هذا مش وارد. ليش؟ ما هي صارت العالم كله قرية. انت بدك تمنع الشعب في الجزيرة العربية انه يكون واعي ومتنور؟ ما هو بالعكس راح يترك اعلامك انت يا دولة، وراح يطلق مشايخك المفتعلين اللي صانعتهم المخابرات، راح يتركهم ويشلحهم وبيعرف وين يروح ياخذ. كيف بدك تعمل انت الان؟ بدك تحاصر في السماء كمان؟ تمام. باليوم باخذ معلوماته وين ما بده، هو قاعد في بيته، قال يعني بدهم طبعا هذه قصة الاعدام على فكرة. هو المدعي العام بيطلب اعدام، لحد الان ما حكموا بالاعدام، لكن هذه لعبة من ضمن المقصود منها على فكرة اخذ رهينة. اعطيكم مثال، لما اوجلان في تركيا زمان قبل الحكم الموجود الان، اوجلان تم اعتقاله، حكموا عليه بالاعدام وخلاص، بس ما اعدموهوش. ليش ما اعدموهوش؟ طبعا بعدين رفع حكم الاعدام بعد ما اجى تغير نظام الحكم، رفع عنه حكم الاعدام، بس الان لاحظوا كانوا حاكمين عليه بالاعدام. طيب وما اعدموهوش مشان يتخذوه رهينة، انه اذا انتم يا اكراد يا كذا كذا بتشتغلوا، اي لحظة شو بنعمل احنا؟ نعدم. وهذا اشتغل فيه السيسي. طب ما هو السيسي حكم على عدد كبير من الناس بالاعدام، هاي هم مش لحد الان مش معدمين، مر على الحكم سنة وسنتين مش هيك واكثر، في محكومين اعدام، قيادات وغيره، والرئيس حتى في مصر حكموا عليه بالاعدام. مش هيك؟ اصدروا حكم بالاعدام. شو يعني؟ هذا نوع من الاخذ رهائن، وكأنه بيقولوا لك بلكي الناس يعني ايش؟ تهدى. افهموا يعني ممكن وانت تحلل شو قصتهم هذول، بوصل فيهم الفجور لمثل هذا الكلام على كل. ولكن برد نذكر اخرى مرة، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. تقولوا لي كافرين هم؟ احنا بدناش نحكم عليهم كافرين، بس احنا ما بنشوف الا افعال كفر، بغض النظر عن الحكم على هذول الناس ان كفار ولا لا، بس اللي بنشوفه كفر وفسوق وفجور كله. والعلماء هؤلاء اصلا ديروا بالكم. لذلك احنا سبق قلنا انه قليل من العلماء اللي باعوا نفسهم في كل بلد. يعني لو بدك تعد هذول النفس اللي بايعين انفسهم من العلماء للحكام في اي بلد قلة، ولكن العلماء بمئات الالوف واكثر في الامة لا ابدا. وهيو سجون في الجزيرة العربية مليئة بالعلماء من زمان ومن قبل على فكرة الربيع العربي وغيره. ما هم ساكتين اطلاقا، ولكن الاعلام بيبرز وما بيبرزش هذا الكلام. على كل يوم بوقعوا في شر اعمالهم، واصبحت الامه تعتبرهم الامه الاسلاميه. ديروا بالكم، من اندونيسيا حتى زي ما قالوا من جاكرتا حتى ايش؟ طنجة، من طنجة الى جاكرتا. كلهم اصبحوا بيشعروا ان هذول اعداء الامه، وانه الاستعمار هو اللي بيحكم، ولا بد انه نتخلص من هذول الناس باي طريقه. تمام. طبعا ممكن تقولوا لي طب هذا يؤدي، اذا خافوا هم، يؤدي انهم يلقوا انفسهم في احضان الغرب الى ابعد مدى. بظل الغرب كاستعمار
اعقل من هيك. يعني الاستعمار بيعرف مرات كيف انه ممكن الامور تيجي بطريقه معاكسه، ولذلك بتشوفوا اسرائيل كيف تستخدم، مش بطريقتهم الوقحه. اسرائيل يعني ما وصلت اسرائيل في وقاحتها زيهم، ما وصلت زيهم. اذا بتلاحظوا انه فلان هذا ما دعاش للملك كثير، هذه تهمه على فكره. ما دعاش كثير، يعني داعي شويه لولي الامر. الله لا يعطي عافيه هالوليين. اشي عجيب. هل يمكن حتى اسرائيل عندنا تشتغل بهذا الشغل؟ شو ما يبلغ فجورها. كن قالوا اليهود واسرائيل يخرب بيتكم، ما انتم صرتوا امام، صرتوا انتم الشيطان صار يقتدي فيكم. ما في على وجه الكرة الارضية ناس احط منكم اصلا، هو ما فيش، لان ما فيش. فكر مزبوط، ما فيش. كل الشريرين الان بيقتدوا فيهم، وكمان ما فيش كرامة على فكرة، ما فيش كرامة. كل هذا كويس، وهذا من صنع الله، من صنع الله. هذه الأمة على فكرة في طريقها للخلاص، هذه الأمة في طريقها للخلاص. ولذلك أنتم بتعجبوا كيف هذول بسقطوا هالسقطات، كيف بنكشفوا هذا الانكشاف، كيف بنفضحوا هذه الفضيحة. هذه الشعوب ماتت؟ لا، ما انتم كنتوا تظنوها ميتة، بعدين شفنا منها العجب وراح نشوف. طيب بكفي. واما في موضوع صحيح قبل ما نروح، اما موضوع ادلب، هو اولا هي موضوع الغوطة كلها 10 في 10، وقعدت 5 سنين محاصرة. وثم موضوع الدرعا، يعني اي واحد بدقق مضبوط بيكتشف انه اتفاق بين دول. حتى لما بتقولوا لي طب ما هو صار تصعيد، لا، ما مرات التصعيد بيكون مقصود بين الدول اللي اتفقت مشان يكون الحل اللي تم اتفاق عليه يمشي، يعني يكون غطاؤه الصياح، تمام، ومشان اقناع اللي ما بدوش يقتنع، لانه مش كل الناس بتكون قبلانا، تمام. وايش بتفرق ادلب عن باقي الاماكن؟ يعني هذا لسه قبل ما نشوف شو ايش يعني تفرق. اولا ادلب مساحات واسعة، ارياف، اعداد كبيرة من المقاتلين اللي عندهم خبرات، ثم متصلة قريبة من حدود التركية، وامكانية الحصار ومنع الامدادات والتفاصيل هاي كلها. وامكانية الحصار زي ما تحاصرت الغوطة مش وارد. ثم ايران في مأزق، روسيا في مأزق، وهذه الدول، لذلك احنا بنشوف هذه الدول بتجلس وبتصير تتفاهم بين بعضها، وما تظنوش انه يعني روسيا كما تحاول ان يظهر بوتين نفسه انه هو يعني مش في مأزق، لا، في مأزق. ثم وين مصالحه اصلا بوتين؟ هل هو مصالحه يعني بالكم مع الاسد؟ لا. ايران نفس القضية، ايران بالعكس وضعها يعني اذا بيستمر، خصوصا موضوع ادلب، اذا كانت اصرت الجماعات المقاتلة على انها تقاتل، هذا موضوع ممكن على فكرة ينتج عنه امور، وتتجدد الامور بطريقة ما يستطيع احد يضبطها. وهذول بيعرفوا الكلام، ما تظنوش انهم بيتصرفوا قاعدين يعني من مراكز قوة، لا، كلهم في مأزق. قديش لها المسألة من 2011، اليوم احنا 2018. لذلك انا بقول ونصيحتي انه اهل ادلب بالذات والمقاتلين يعرفوا انه القرار بالدرجة الاولى عندهم هم، والقرار بايدهم هم. وهذه قضية ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بيعرفوا هم ايش تكملة الآية. وبالتالي اي شيء بيكونوش مقتنعين فيه هم، وما بيتمش اقناع فيه، لانه هذا بيلعب الدول بتصفيه. والدول حتى لما بتلعب على ضوء حجمك انت،
انت كيف اذا بدهم يلعبوا ويلعبوا معك، انت قديش هم بيشعروا انك انت لك دور حتى لما بدها تتفق هذه الدول. على اي حال لحد وانسوا موضوع الاعلام هذا اللي مرات بتلاقيه بصعد مرات ايش من اجل انه يكون اثناء التفاهمات واثناء الاقناعات يكون في ايش، في ضغوطات، ومرات بعض هذه الضغوطات يعني شوية اشتباكات برضو مشان، والا الكل بيعرف، الكل فيهم بيعرف انه ممكن تكون هذه الموقع بالذات اذا صار في زي باقي المواقع انها تنعكس الايه وتبدا الامه مسيره جديده على فكره في اتجاه ما بيستطيعوا يسيطروا عليه الدول العظمى ولا غيرها. اما وانا من الان مش في قلوب القيادات المقاتلين وايش ممكن يقبل ما يقبلوش، مش وقته. خلينا نرجع للتفسير. نبدأ في سورة المائدة. طبعا مش القصد انه بدنا نفسر سورة المائدة، لكن بدي اركز اليوم على قضية سبق لفتنا الانتباه لها على وجه السرعة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام إلى آخر الآية. نذكر بإشي ماضي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فالله سبحانه وتعالى جعل المال قوام الحياة، مش النقود، المال، كل ما هو مال، كل ما هو مال، تمام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. جعل الله المال قوام الحياة، وهذا ما بيختلفوش فيه اثنين، انه المال قوام الحياة، والحياة لا مجال ان تستمر دون مال، تمام. ولكن العجيب انه في قوام ثاني، في قوام ثاني. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لاحظوا، التي جعل الله لكم قياما، المال. طب نيجي الآن هون، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، برضو قيام، هي في قوامين، المال قوام الحياة، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هو على فكرة الكعبة هي مبنية يبدو من فجر البشرية من أيام آدم، ولها أدلة كثيرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولذلك يظنوش إنه إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى، لا، هو أعاد البناء بعد ما أبين لكم المكان وهي. طيب، أما إنه البشرية قبل إبراهيم عليه السلام مش كاينة تعبد في بيوت؟ لا، كاينة أصلا، وارد في الأحاديث إنه صالح عليه السلام حج البيت. طب ما هو صالح قبل إبراهيم بكثير، ما هو صالح ثمود يعني، مش هيك؟ صالح ثمود، ما هي أقدم الأمم نوح وعاد وثمود. وارد في الأحاديث إنه صالح عليه السلام حج البيت قبل إبراهيم يعني. إذن ولكن البيت مع الأيام اندثر، تفاصيل نتيجة لما الناس بيبعدوا عن الدين وبنسوا اندثر. والله سبحانه وتعالى بينوا لإبراهيم وهيأ له المكان، تمام. وإذ بوأنا تبويء فيه تهيئة الآن. طيب، فمن أول يوم إن أول بيت وضع للناس، إذا من أول يوم الناس تحتاج على فكرة إنها تعبد الله بالشكل جماعي في بيوت لله تقصدها لتعبد. طب كيف الآن قوام؟ لأنه إذا كان الإنسان
بيستطيع عن طريق الأكل والشرب اللي هي أموال برضه يعيش ويستمر في عيشه. طب في أمر ثاني لابد منه مشان تستمر في العيش، اللي هو البناء النفسي السوي، البناء النفسي والروحي السوي في عالم المعاني. ما في بناء كما زي ما قلنا، الجسد بتحرك مثلا، بتحرك من قوانين الجسد، بتحرك بقوة. النفس البشرية برضو تحتاج إلى تدريبات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي بقوي لديك القدرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف بتنهى؟ طيب شوف، لعلكم تتقون كتب عليكم. البشر في عالم المادة، الجسد مثلا، البشر أعلم بالجسد منهم بالنفس. ولذلك الدين جاءوا بيبني النفس بطريقة البشر ممكن ما يكونوش قادرين على الانتباه ايش بيلزمها. حتى البشر ايش. لذلك علوم التربية قديش اليوم تطورت، التربية قديش تطورت العلوم، مش قادرين يطلعوا لنا شعوب يعني يقولوا لنا هذا هو المثال. وإنما الله سبحانه وتعالى لما أخرج الجيل إياه قال في الأخير أعطاهم الشهادة: كنتم، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس. لأنه مش المقصود لا فيزياء ولا كيمياء ولا صواريخ ولا هذه بعدين الإنسان بيصنعها، إنما الإنسان والعلاقات الاجتماعية بين الناس وكيف هو الإنسان. كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب الآن إذا القوام الثاني هذا من أول يوم الكعبة كانت إيش؟ ولحد اليوم الكعبة على فكرة مع الأيام صار في عبادات أخرى، ما عادش الأمر صلاة، صار طواف. وحتى اليوم البشرية وين ما كانت لما بدها تصلي، قصدي من المسلمين، بتوجه وين؟ للكعبة. وفي عندنا إيش اسمه الحج، بنروح إحنا منزور المكان اللي ابتدأ فيه خلافة الإنسان. آبائنا الأوائل وين بدأت خلافة الإنسان في الأرض بنروح هناك، ومن عاهد الله إنه نصلح في الخلافة. تمام. الله دعانا إنه نتواجد في هذا المكان، بنبدأ وبنقول له لبيك. تمام. طيب يا بشر هيكم هون بدأت خلافتكم. آبائكم الأوائل أول بيت عبد فيه الناس ربهم. طيب إذا الكلام عن القوام، في قوام إذا بس في القرآن هذول قوامين على فكرة: المال وعلاقته بقوام الجسد، ومن المال المزروعات والمأكولات مال، مش هيك؟ واللباس مال إلى آخره. طيب والقوام يتعلق بإيش؟ في الجسد، في النفس. طيب لاحظوا الآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهي بداية عجيبة، يعني نادر ما تجد الصور تبدأ بهذه الطريقة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. عجيب، إيش علاقة؟ دققوا معي، إيش علاقة أوفوا بالعقود وبعدين أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى إلى آخره؟ بنشوف. أول شيء خلينا نبدأ بالألفاظ، وإحنا بنركز على الألفاظ ليش برضو؟ حتى نفهم المقصود إن شاء الله، وفي نفس الوقت مشان فهم آيات أخرى متعلقة بقضايا مختلفة. أوفوا معروف، سبق تحدثنا في قضية أوفى، وفى، وفى. فلان أوفى، فلان وفى، فلان وفى، وإبراهيم الذي وفى. طيب إيش يعني وفى؟ يعني أتى بالأمر على تمامه وكماله. يعني مثلا هو معاهد، أتى وفى، شو يعني؟ أتى به بالعهد كامل غير ناقص. طب وفاك دينك هو، شو يعني؟ إذا كانت مدينه أنت 100,000 رجع 100. وفى. وبجوز كمان زاد، بيكون وفى برضه. تمام.
مش نقص المهم، مش نقص. فإذا التوفية فيها تمام وكمال. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نشوف عقد، نشوف عقد. خلينا نقرب الصورة. عندي حبل أو حبلين، خلينا ناخذ أول شيء حبل واحد. عندي حبل باخذ أنا الطرفين وبعقد. لاحظوا، قلت بعقد؟ لا بس ايش اقول عقد، لاني عم بفسر شو معنات عقود. بربط وبشد. الربط هذا والشد شو اسمه؟ عقد. اذا عندي حبل واحد باخذ طرفين هيك، بربط، مش بعقدها لانه اخر شوي ببين اني عقدت. بربط وبشد. شو بكون؟ عقدت. لاني ممكن اربط وما اشدش، ممكن اربط وما اشدش، بيكون عقد؟ لا. طيب افرضوا حبلين، باخذ طرفين الحبلين وبربط وبشد، شو اسمه هذا؟ عقد. وعندي شخصين بيرتبطوا اثنين بعقد بسموه إيجاب وقبول، في بيع، في إجارة، في غيره. لذلك بتستخدموا لحد الآن، بتقولوا رجال بيرتبطوا بإيش؟ بكلمته بتربطوا. فهو تعهد وقال بعتك، اشتريت، الثمن كذا كذا الآخري. هاي الطرفين أخذناهم وشو عملنا بينهم؟ ربط وعقدنا. شو اسمه؟ شو يعني عقدنا؟ التزمنا، لأنه الالتزام فيه جدة، مش هيك؟ التزام فيه جدة. التزمنا، حصل العقد. طب عقدتم الأيمان، يعني مش بس يمين. وشو عملت؟ وشدت فيها وأكدت. هاي عقدتم الأيمان. يعني اليمين شو عملت فيه أنت؟ كمان جبته بطريقة فيها شدة. تمام؟ فبالتالي قبل هيك خلينا نيجي لعقيدة، لأنه هاي بيستخدموها برضو المسلمين اليوم كثير. عقيدة برضو ليش سموها عقيدة؟ لأنه تصديق فيه جزم وشدة. فيه ايش؟ تصديق جازم. شو معنى جازم؟ معناته فيه شدة تصديق، فسموه اعتقاد. هو صحيح القرآن والسنة سمته إيمان، ولكن احنا ممنوع نسميه عقيدة؟ طبعا لا، مش ممنوع نسميه عقيدة. هذا بتقول عنه عقيدة، بتقول عنه إيمان، ماشي. لأنه في ناس قال بيزعموا إنه هذا احنا مخترعينه. طيب وشو المانع احنا نخترع اصطلاحات مشان نتفاهم فيها؟ لأنه الإيمان درجات. طب احنا لما بدنا نعبر عن الاعتقاد، عن التصديق الجازم، نقول اعتقاد. وهذا الأمة كلها قبلة الأمة، وعلماء الأمة عبر التاريخ كله قبلوه. ايش معنى يعني نقعد نكون شكليين هيك وبطريقة مش مقبولة وبسميها ساذجة، نيجي نقول هذا ما بصير نقول عقيدة ونقول إيمان؟ طب ما هو إيمان، وهو لما يكون جازم بصير اعتقاد، لأنه فيه عقد، يعني فيه شدة في الإيمان، مش هيك؟ فتقول عقيدة، مع أنه في كبار علماء يعني قديما تحدثوا في الموضوع، لكن علماء الأمة عبر التاريخ ما بيستخدموا كلمة عقيدة كثير. تقول عقيدة، تقول إيمان، مش قضية. والإيمان أصلا منه يزيد وينقص، والإيمان ممكن يكون ضعيف، مش هيك؟ ضعيف وممكن يكون قوي. بوصلش طب لما بوصل درجة الجزم الشديد شو بصير؟ اعتقاد. فما نركزش كثير يعني على هالموضوع، نقول اعتقاد ونقول إيمان، مش قضية. ولكن بدي تنتبهوا هون لمسألة. كنت أستمع من مدة أسبوع لشخص يعني يبدو عليه شيخ، واليوم يعني عم بتكلم
عن عذاب القبر، مع اني سبق اني تحدثت انا في عذاب القبر واعطيتكم الادله من القران والسنه، لكن شو اللي لفت انتباهي انه بقول هو بقول انه صح في ادله صحيحه على عذاب القبر في الاحاديث الشريفه، ولكن لم تصل درجه الجزم والقطع بحيث تكون اعتقاد. وهون بدي اذكر اشي اظني ذكرته من سنين، ولكن على وجه السرعه حتى نشوف وين الخلل هون في الفهم. هذه قضيه مخترعه على فكره، هذه قضيه مخترعه. قال انه العقيده لابد لها من ادله جازمه، العقيده لابد لها وهذا خداع للناس او عدم فهم. اوضح شو هو العقيده. لاحظوا، هو تصديق، يعني اي شيء يصدق فهو عقيده. بقولوا لي طب ما هي مش جازمه، اخروا لنا قضيه الجازمه. اي شيء بتصدقه انت شو اسمه؟ اعتقاد. فانا لاحظوا، اي شيء بتصدقه اسمه اعتقاد. جازم ولا مش جازم، دليله قطعي ولا مش قطعي، مش هذا موضوعي. دققوا معي، لا يوجد حكم شرعي الا وله جانب اعتقادي تصديقي وجانب تطبيقي. يعني مثلا انا بدي اسالكم، السرقه حلال ولا حرام؟ هذه عقيده ولا شريعه؟ هذا تصديقكم، عقيده جازمه عندكم. ومن قال السرقه حلال في الاسلام كفر، وهذه عقيده معناته. طب ما هي حكم شرعي برضه. ومن سرق عصى، ومن سرق عصى. انو اخطر؟ من قال السرقه مباحه ولو لم يسرق. هذا اللي بيقول السرقه مباحه ولو لم يسرق، هذا اخطر من اللي بيسرق وبقول لا انا مخطئ والله يتوب علينا. تمام؟ فالجانب الاعتقادي اخطر. فيش حكم شرعي الا فيه جانب تصديقي ثم جانب تطبيقي. الرشوه حرام؟ حرام، فيها جانب تصديقي، هيك بتقول حرام وهذا تصديقي. الآن تطبيقي. تمام؟ هاي قضية نفهمها. إذا كل شيء بتصدقه أنت اعتقاد، عقيدة. طيب، لكن أي واحدة منهم اللي بينكرها بكفر؟ اللي بينكرها بكفر هي الجازمة اللي أدلتها قاطعة. يعني السرقة حرام، دليلها قاطع ولا مش قاطع؟ في مجال انه نشكك في الاسلام حسب الادله انه السرقه حرام؟ لا، هاي ادلتها ايش؟ جازمه. فمن انكرها كفر. وزي ما قلت لكم في مثل سابق، الذهب على الرجال حرام لبسه، على النسوان لا. طيب من قال لا الذهب مش حرام، طبعا انكر حديث صحيح، هو لا لم يكفر ولكنه فسق. فسق ليش؟ لأن أنكرت صحيح، أنت أنكرت صحيح بدون مسوغ. لو باجتهاد بفهم، أما بدون مسوغ أنكرت صحيح. فلما يكون عذاب القبر مثلا وارد بأحاديث متواترة وفي آيات كمان، والمتواتر نوعين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. قولوا يعني العلماء قالوا زمان اختلفوا إن المتواتر المعنوي بيكفر منكر ولا بكفرش، اختلفوا، ناس قالوا بكفر ناس قالوا بكفرش. هذا اللي مثله شو بيجي بيقول هيو طيب ما انت ما انتبهتش لقضيه انه اولا مختلفين العلماء بكفر ولا بكفرش. هي واحد لما بتقول لي عذاب القبر وبتوافق انه وموافق هو انه وارد باحاديث متواتره، تواتر معنوي يعني فوق الصحيح. طيب شو معناته؟ معناته لازم تصدق فيه ولا ما تصدقش؟ لازم تصدق فيه. اما اذا بدك تحكم على منكره كافر ولا مش كافر، في علماء بكفروا وفي علماء الثانيين بفسقوا، يعني يا هو كافر يا فاسق، فيش ثالثه. ها شفتوا كيف بيخدعوا الناس؟ انتبهتوا كيف بيخدعوا الناس؟ انت قل لهم انا بقصد في الجازم ومش جازم انه بتكفر ولا بتفسق، يعني اللي دليله اذا انكرت شيء دليله مش قطعي. شو ما هو كانت بدناش نخوض، احنا سبق خضنا في الموضوع تبيان هذه المسائل، بس كيف المرات خداع الناس. فيش اشي اسمه
العقيدة لا تثبت إلا بقطعه، هذاك لا يكفر إلا بقطعه، مش العقيدة، لأنه العقيدة درجات، بديش أسميها عقيدة، إيمان، الإيمان درجات. وين بكفر أنا منكر قضية إيمانية؟ لما يكون دليلها قطعي 100%، ما علم من الدين بالضرورة، هيك بسموه. هذه بدها تفصيل، لكن بيخدعوا الناس وبقول لك لا ما فيش عذاب قبر. طيب شو ما فيش عذاب قبر؟ ما انت بتقول متواتر معنوي، يعني في. اما قل لهم انه بتفسق ولا بتكفر مشان يفهموا اللي بيسالوك، انهم هم يا هون يا هون، بلكي بيحبوا يكونوا فاسقين، بلكي بيحبوا يكونوا فاسقين يعني من اهل النار، بلكي بيحبوا يكونوا من اهل النار، بيحبوا يعني اللي بيدخلوا النار وبيخرجوا منها، بلكي لانه الكافر الفاسق المؤمن اذا دخل النار في الاخير بيطلع منها، لكن الكافر لا. انت انتبهت وين؟ فمن هون يعني انت قل لهم انه لا والله اذا بتصدقوش انتم في عذاب القبر، انتم بتفسقوا وبتدخلوا النار اذا متوا عليها، ولكن في الاخير بتطلعوا بعد كم سنه. هيك لازم يقول لهم، مش يخدعهم. يعني مثلا هذه شو جابها؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يعني ايه عقود؟ كل الالتزامات والتكاليف، كل الالتزامات والتكاليف هي عقود. انت اصلا في عقد، بمجرد ما اسلمت بينك وبين الله عقد، وبينك وبين الله عهد، والرسول كان يبايعهم على الاسلام وكذا 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 وكذا، ما تسرقوش ما تزنوش مش هيك؟ اذا شو يعني عقدك مع الله بالاسلام؟ انت بمجرد ما قلت انا مسلم انت عقدت مع الله. اوفوا بالعقود كله، مش يروح بالنا على عقود بيع وايجار وكذا وبس، كله. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. احلت ايش الحلال وايش الحرام، لانه راح يجي معنا الحرام برضه، ايش الحلال وايش الحرام، وهاي سبق اشرنا الها بهمش. اولا الحرام فيه معنى المنع الشديد، المنع الشديد، تمام. ولكن اذا بتذكروا انو منع منهم، لما نقول لاحظوها فرقنا وقتها بين منع ورد وحرام. منع ورد وحرام. حرام هو بيكون ممنوع اصلا، ممنوع اصلا، لكن انت ممكن تروح على مكان ما متعود انك، لاحظوا، متعود انك تدخله وما تشوف الا الحارس بيقول لك ممنوع. اما لو كانوا قايلين حرام من اصله، فهموها؟ اذا وين ترى المنع؟ لما رحت انت بدك تدخل اجي يقول لك ممنوع، طيب شو اللي منعه؟ اما هو اذا كان مستقر حرام خلاص ما تفكرش في الموضوع من اصله، هي منع يعني اصلي، منع اصلي، تمام. هذه لانه سبق تحدثنا فيها. طيب شو مقابل الحرام؟ شو مقابله؟ حلال. لاحظوا الان، بس الحل ايضا، لاحظوا احنا كنا نقرأ عن اهل الحل والعقد، اهل الحل وايش؟ والعقد، واحنا قبل شوي فهمنا العقد. طب شو هو الحل؟ الحل حل العقد. هلكات العقدة لما تنحل، شو يعني انحلت؟ فتحنا الباب. انتبهوا شو الحلال، شو يعني حلينا؟ فتحنا الباب. شوف عقدنا، والعقد شو بنعمل فيها؟ بنحلها. فمعناته الحلال شو هو في الاصل؟ انفتاح. شو يعني انفتاح؟ روح فوت، بشكل فتحنا. قابلها ايش؟ هو مش يقابلها حرام بالدرجة الاولى، لا مش يقابلها حرام، ولكن حلال. لاحظوها فيها معنى الانفتاح. طيب، ولذلك انت ممكن تستخدم الحل. اذا بتذكروا لما قلنا مثلا المسافر عندما يحل، شو معنات يحل؟ شو معنات يحل؟ معناته المسافر اصلا لما بده يسافر كان يعقد على الدابة، كان يعقد على الدابة ويسافر، يعني يحط عليها وشد، ولما بده ينزل يوصل يعني بحال. فقالوا حل بالمكان. شو يعني حل؟ لانه نزل اغراضه، وبالتالي شو الحلال يعني؟ فتحنا لك الباب، يعني مش ممنوع. هاي في مقابل الممنوع. الممنوع منع شديد. اذا
بس فيها فتح بقى، مش دائما تقابل ايش؟ الحرام. الحل، وحل يحل، يحل، شوفها يحل يحل، فرقنا بينهن. وايش الفرق؟ هي دائما تقابل الحرام؟ لا، لكن طالما انه فتحنا لك اذا مش مانعينك، اذا هاي من هذه الزاويه بتقابل ايش؟ الحرام اللي هو المنع الشديد الاصلي. يعني من الاصل بيكون ممنوع، لكن مرات اشياء مش ممنوعه اصلا ما بنشوف نتاجها الا منعنا منها. تمام؟ واحد مثلا بيروح بده يتكلم مع فلان، بلاقي عنده ابوه، بيرجع بقول والله ما منعني من اني احكي معاه الا انه ابوه موجود. هي ما منعني، هذه مش حرام، ما منعني. طيب، هون جيد نذكر لكم مسألة برضو بيستخدموها كثير اليوم في إعلام التافهين والطغاة، وبيجيبوا ناس قال بيتكلموا وبيقولوا مثلا، تسمعوها كثير اليوم، إنه ما فيش في القرآن تحريم. لاحظوها، فيش في القرآن، يعني النسي والسنة، وما بدهمش السنة أصلا. فيش في القرآن تحريم للخمر. احنا قلنا لهم احنا بس في القرآن منع للخمر. في منع. يعني القوانين كلها اليوم على فكرة، قوانين البشر اليوم كلها ما بتستخدمش كلمة حرام اصلا. ممنوع، جريمة، جناية، جنحة، حسب الدرجات، مش هيك؟ جنحة، جريمة، جناية، حسب درجاتها. لا يجوز، لا يصح، حسب درجة. ممنوع، بلاش ممنوع، يعاقب من يفعل كذا، بس بيقولوش لا ممنوع ولا بيقولوا هيك، من كذا يعاقب. اذا في للمنع ما احنا قلنا اصلا التحريم المنع الشديد. طب المنع نفسه له صيغ كثيرة، لما اقول لك تفعلش والا بعاقبك، هذا تحريم ولا على اساس بده يعاقب، خصوصا اذا عقوبة شديدة. تمام؟ ولذلك في القرآن الكريم ما فيش آية ورد فيها صيغ تحريم زي صيغة الخمر، زي آية الخمر. 8 صيغ في الآية للمنع، 8 صيغ للمنع. اللي هي الآية شو بتبدأ؟ يا أيها الذين آمنوا، هذه ما دخلتهاش في ال8، أو شي خطاب للمؤمنين، يلي مسميين حالكم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. انوضعت الخمر مع مين؟ مع الأنصاب، مع القمار، مش هيك؟ يعني هاي أول صيغة منع، إنها الخمر أخثريتها أخو مين باقي الخمر؟ إنما الخمر والميسر، الميسر القمار يعني، والأنصاب والأزلام، هاي أول صيغة. رجس، نجاسة معنوية قبل ما تكون مادية. هو أصلا ماديا الخمر مش نجس، يعني أنا بأيد إنه مش نجس الخمر ماديا، وإنما معنى، طبعا خلاف بين العلماء. رجس، هاي تنتين من عمل الشيطان. شو من عمل الشيطان؟ فاجتنبوه، فعل الأمر، مش ما تشربوش وتقربش. طبعا هو أشد أصلا، تفعلش ولا ما تقربش؟ ما تقربش أشد، يعني حتى قرب ما تقربش، فاجتنبوه. لحظة، فاجتنبوه هاي أمر، والأمر يدل على الوجوب. وجوب إيش؟ مش بس تركه واجتنابه، هذا بعدي. طيب فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني مناقض ايش؟ للفلاح. قديش صاروا؟ 5 مناقض للفلاح. انما يريد الشيطان ايش؟ هو باقي هو المتآمر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هي جنب القمار معها كمان مرة. ويصدكم عن ذكر الله، هي والله صاروا أكثر من 8 كنوا. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
يعني بتقلعوا عن الموضوع ولا بتقلعوش؟ تهديد. في آية في القرآن زيها، في آية في القرآن زيها، قال شفتوا التافهين اليوم وإعلام التافهين والطغاة اللي بيحاولوا يزرف، قال لك القرآن لم يحرم الخمر. أصلا ما فيش في القرآن ولا آية زي هاي الآية في قضية الخمر. وأصلا لعلمكم الأحاديث كثيرة جدا الصحيحة، يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام وأكلكم ومع لا ما أسكر كثيره فقليله حرام وأكلكم. وفي أحاديث صحيحة إذا سكروا سكروا والثالثة بقتلوا. بس الآن بديش أخوض في الموضوع، وصحيحة. وكيم بيقول لك طب وشو اللي بدهم إياه؟ أمريكا في الثلاثينات من القرن العشرين لمدة 3 سنين منعت الخمر وقتلت وأتلفت أموال وكذا الأخير بقوانينها مشان تمنع الخمر لأنها بتعرفوا أنه ضار. ومع ذلك انهزمت الدولة وردت اضطرت تبيح لأنه المد الشعبي أقوى من الدولة. كان 3 سنين قعدوا في ثلاثينات القرن العشرين، في ثلاثينات القرن العشرين، وفي الأخير تراجعت الدولة. طب ليش الدولة قامت بالمنع؟ لأنها عارفة قديش هو خطير. واليوم في الدول تلاحظوا شو قاعدين بيعملوا حتى تعرفوا هذول الناس الآن بعد ما انكشفوا أمرهم صاروا مفضوحين الطغاة، وقاعدين بيبعثوا كلابهم في الإعلام يقفزوا على بداهيات الدين. وهي صرنا متحدثين الآن في بعض الأمثلة. طبعا احنا إن شاء الله راح تكتشفوا ليش احنا تحدثنا في هذه الآيات بالذات، بلكي في الدرس القادم، وشو علاقتها بالشيء اللي قدمنا فيه أصلا المقدمات اللي شفتوها اللي بدأت لكم سياسية، بس هذه الآيات لها علاقة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. أحسن الله.